السلام عليكم. عندما يخترق الفأر خلية النحل فإنه لا يفعل ذلك على أساس أنه راه جيعان ولازم يأكل بأي طريقة ممكنة باش ما يقيبش من الجوع، وإنما يفعلها على أساس أنه مخلوق ديفيرنتي وخشين ياسر، وبما أنه كذلك حاجة ما راح توقف في وجهه ما دامت الخلية فيها مخلوقات صغار وسهلين. فالفأر ليس همه العسل حين يقدم على اقتحام مملكة وهو يعلم أنه لن يجد فيها ما يطيب له، وإنما يفعل ذلك فقط لأنه مخرب ولا يجيد إلا ما هو موجود في فطرته، حتى أن النحل يعلم جيدا أنه لن يجد ما يطيب له في جسد الفأر حين يجبر على التخلص منه، وهو مقتنع بأنه لن يقدر على حمله إلى خارج الخلية، إلا أنه يفعل ذلك لأنه واجب مقدس بالنسبة لذلك النحل الذي يتحتم عليه تحنيط جثة الفأر لمنعها من التعفن حين يقومون بتشميعه حتى يجف ويصبح عظاما هامدة بحيث لا تترك من ورائها رائحة. إن شاء الله تكون فهمت. سلام.